معظم اولياء الامور اللي عندهم طفل واحد بس لمدة طويلة، اللي هو 6 سنين فيما فوق، بيهتموا بيه، بيقرروا ان هما ما يخلفوش تاني وما يجيبوش اطفال تاني. وده ليه؟ ده لان هما بيحرقوا نفسهم وطاقتهم ومجهودهم، بيكرسوا حياتهم للطفل ده، فالطفل ده بيستهلك طاقتهم بطريقة فظيعة. فبيبدأ ان هو يقولك ايه، خلاص انا مش قادر، انا مش قادرة اجيب طفل تاني، انا مش هقدر على تربية الطفلين، انا مش هقدر، الطفل واخد كل وقتي، ما عنديش وقت تاني اجيب طفل تاني. زائد انه الطفل بيبقى خلاص اتعلق قوي 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 بالطفل الاول، ومش متخيل ان انا ممكن اجيب حد يشاركه في حبي ليه، ومش هقدر ان انا اقلل من حبي واهتمامي بيه عشان ادي للولد التاني وانا ما بقاش عندي طاقة. فبالتالي بتبدأ تظهر سلوكيات على الام والطفل هي ضارة بالاتنين. يعني الام بتبدأ ان هي تبقى فانت حياتها كلها بالنسبة للطفل ده، من اكل وشرب واحتياجات ولبس، وهو معتمد عليها بشكل كبير، وحتى في الامور العادية ويبهدل وهي تلم وراه، ومذاكرة ومجهود ويلا ونعمل. حتى لما هو بيجي ينام هي لحد وقت طويل، الولد كبير ولازم ينام جنبها ولازم هي تنيمه ولازم مش عارف ايه، بيستهلك طاقتها حرفيا. وبتبدأ ان هي ما عندهاش غيره، فبتبدأ ان هي تدي 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 اكتر من اللازم، لدرجة ان الولد ده بيبوظ سلوكيا. بيبدأ ان هو بيستنفذ طاقتها في كل حاجه. تمام. زائد ان هو ما بيعتمدش على نفسه، ما بيفكرش، ما بيحاولش ان هو يعمل اي حاجه، كل حاجه مش عارف، لان هي ماشيه وراه، كل حاجه ماما كل حاجه ماما. فهي بالتالي هي مستهلكه نفسيا، جسديا، ما عندهاش طاقه، ما عندهاش وقت لنفسها. الولد كل ما بيكبر كل ما بياخد طاقه زياده، محمل عليها وضاغط عليها. فبالتالي ما تحاولوش ان انتوا تبقى الفجوة الزمنية بين الاطفال 6 و7 و8 سنين. نحاول لو احنا مخططين ان احنا نجيب طفل تاني، يبقى بينهم 4 5 سنين بالكتير قوي. وفي الوقت ده سواء بقى هتجيبي طفل تاني او لا، لازم تخلي بالك من ابنك. ولازم لو انت عندك طفل اول او وحيد، او انت يعني هو ده اللي معاكي دلوقتي، لازم تخلي بالك ان انت تعلميه يعتمد على نفسه، يعني يلبي رغباته واحتياجاته لنفسه من اكل وشرب ولبس. وان هو ما تبقيش بتساعديه مساعدات كلية، ما يبقاش فيه حماية زايدة، ما يبقاش فيه تدليل زايد، ما يبقاش فيه اهتمام زيادة عن اللزوم، لان كل ما زادت الحاجة عن حدها قلبت ضدها. خلوا بالكم الموضوع ده، انتوا ليكوا كامل القرارات وكامل الاحترام ان انتوا تعاملوا مع اولادكم باي طريقة ايا كانت، لكن احنا بندي ملاحظات ممكن حضرتك تاخدي بيها او لا. يا رب دايما بخير ودمتم بخير.